أمنية مشتركة بين الشرطة والمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس. شملت هذه العملية عدة مناطق بإقليم الولاية بهدف حماية الأشخاص والممتلكات ومحاربة الإجرام تزامنا مع الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2023، حيث أن هذه العملية مكنت من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والمخدرات والأسلحة البيضاء من الحجم الكبير، إضافة إلى كميات كبيرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع. كما تم تحويل عدة أشخاص محل شبهة لدراسة حالة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاههم. يستر وليداتي وربي يخليكم، ربي يستر الوليدات والامن، الله يخليكم كاع ويحفظكم كاع ان شاء الله. ربي وليداتي الله يحفظكم ان شاء الله. الوليدات انت ضيفه عندكم اليوم. ايوه وكاين المعسكريه من المعسكر معسكريه حره. واش راكي تحسي دوك الحاجه وانت تشوفي يعني عناصر الامن والدرك الوطني يقومون بهذه يعني الدوريه في هذه الليله في هذه الساحه باش تحسي؟ غايه غايه الحمد لله. غايه مليح. وعجبتك؟ غادي ندوها ومن بعد يعني انت راك هنا يعني في شارع المقطع، يعني انت والعائله كيف تشوف يعني دور الشرطه والدرك يعني في هذا السنه؟ قايمين بالمهام تاعهم، الله يقدرهم الله يوفقهم ان شاء الله، ويكون هذا العام بالصحه والهنا والعافيه ان شاء الله ولايه سيدي بلعباس والمسلمين اجمعين. من ممتلكاته من مختلف اشكال الجريمه والسهر على راحه العائلات بمناسبه نهايه السنه الميلاديه 2022 وتزامنا مع العطله السنويه العطله الشتويه. الله يوفقهم ان شاء الله ويكون هذا العام بالصحه والهنا والعافيه ان شاء الله ولايه سيدي بلعباس والمسلمين اجمعين. من ممتلكاته من مختلف اشكال الجريمه والسهر على راحه العائلات بمناسبه نهايه السنه الميلاديه 2022 وتزامنا مع العطله السنويه العطله الشتويه. نظمت المجموعه الاقليميه للدرك الوطني بسيدي بلعباس رفقه مصالح الامن الوطني بسيدي بلعباس مداهمات مشتركه بهدف مكافحه اوكار الجريمه، تعزيز الشعور بالامن لدى المواطنين، وذلك بوضع تشكيلات امنيه ثابته ومتنقله عبر محاور الطرق، الساحات العموميه وفضاءات الراحه عبر اقليم ولايه سيدي بلعباس. العمليه تتم ضمن احترام حقوق الحريات والحقوق والحريات وفي اطار الشرعيه الاجرائيه. هذا النشاط الامني ليجسد محاور التنسيق الفعال ما بين قيادة المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني، والذي جسدناه هنا فعليا محليا بين المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ومصالح شرطة سيدي بلعباس بالقيام بعملية شرطة مفاجئة مست كل أحياء وأغلب الضوائر التابعة لولاية سيدي بلعباس. تم من خلالها دراسة حالة أشخاص مشتبه فيهم، تحويل مركبات مع حجز قطع من المخدرات والأسلحة البيضاء المحظورة. إذا شرطة سيدي بلعباس ومصالح الدرك الوطني تضع الرقم الأخضر 1548 والرقم الأخضر 1055 تحت تصرف المواطنين للاتصال في الليل كما في النهار من أجل طلب الخدمة أو من أجل التبليغ عن مختلف الجرائم.